Al-Fatihah. Qiraatul Madhi al-Imam Busiri. Ya Allah dakhilniyatun min abdin wa amalan amin bi anna Allah fazna wa ahlana wa auladana min al-bali wa nazar bitan ma dhahara bin wa bi anna dakhil fi kulli min mahabbatil ambat rasuli bi anna Allah balli ma qasida ma qaj man syakhina wa ma qasida abu jalah bin hamid nabi Muhammad syabakar salim wa dakhilniyatun min niyati wa amalan amin wa ala hadiniya wa bi kunatin salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه.
من تذكر جيران بذي سلم مزدت دمعا جدمي أم حبة تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي صلى الله عليه. أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم صلى الله عليه. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر البان والعلم صلى الله عليه. كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم صلى الله عليه. نعم صار طيف من أحوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم صلى الله عليه. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي صلى الله عليه. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داء بمنحسن صلى الله عليه. ما حطني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتحمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء من تعصت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أحدث من الفعل الجميل كرام ضيفنا لما براسي غير معتشم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتبت سرا بدا لي منه بالكتب من لي برد جماء من غوايتها كما يراد جماء الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفتم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيبي وراعيها وهي بالعمل سائمة وإن هي استهانت الأرحام فلا تسلم كم حسن لذة للمرء
والتخم والتبغير الدمعين أين قد امتلأت من المحارم والزمح مياه الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضا كالمصحف الدائم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نزلت به نزلا لذي حكم آمنتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزوجت قبل الموت نبيئة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورمي صلى الله عليه وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشها مترف الأدم صلى الله عليه وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم صلى الله عليه وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله عليه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه لا مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم صلى الله وانسب عليه إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله فإن عليه فضل رسول الله ليس له حد
فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه. لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه. عيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم صلى الله عليه. الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي صلى الله عليه. كيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه. وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله فإنه عليه. شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله الزهر عليه. في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم صلى الله عليه. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم صلى الله عليه. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بأن أي منطق منه ومبتسم صلى الله عليه. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبدا مولده عبده عنصره يطيب مبتدئ منه ومعتدم يوم تفرس فيه الفرس أنه والمسير بحلول البؤس والنقام وبتري ونكسرى وهو منصلح كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار قابلة الأنفاس من أسفي عليه ونهر ساهل العين بالسلام وسأسى وتأنغض اسكها رضها وردها ريدها بالغيب نظام كأنبي نائم بالمغيب بلد حسنا وبالماء بالنار من طرق والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معدن ومن كريم أبو وصاه فإعلان البشائر يسمع وبارقة الإنذار لم
ذو الشام من بعد ما أقدر الأقوام كائنهم بأنني لهم الخوى والجلال يقومي وبعدما عينوا في الأفق بالشوق مردد وفقام في الأرض بالصنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسرام هازمين أنهم أرابا أبطال أبراهد أو عسكري بالحصى من راحتين يرومي نبزا به بعد تسبيح ببرده ما نبزا الموسى به من أشائم التاكين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سارى سائرة تقي حر وطيس للهجير حميم أقسمت بالقمر المنشكي إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من اللطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلق داربا من ربقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر الدهمي بعارض جاد أو خلط البطاء بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Minta tolong yang di belakang, kalau depannya kosong diisi dulu kan, maju lagi, maju yang belakang, maju yang kosong diisi dulu belakang, maju terus maju merapat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني وواسي آياتي له ظهرت ظهورنا للقران إلى العالمين فكل يزداد حسنا وملتزم وليس ينقص قدر الله وملتزمه فما طول أملي مدينة ففيه من كرم الأخلاق وشيمه آياتها من الرحمن مودسة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترب بزمان ويطبرنا عن العادي وعن عدل وعن ربي تمسكنا ففاض سكون لمعجزة من النبيين إرشاد ولم تدمي محكمات فما ذكي نبي شبه بذي شقاق وما تبغي نبي الحكم ما غريها الزبط إلا نبي العربي عداد إليها مول يا سلمي ردت بلاغتها دعوى معارضها قد العيون يد الجليل عليل ربي معانك بموج البحر في ملل وفوق جواري في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تساء على الإكثار بالسام برد بها عين قريحا فقلت له لقد سافرت بحبل الله فاتسبي تتلوها فتت منها لنار لظى فتح لظى من ويل بها الشاهدين كأن لها الحوض تبيتون وجوه به
وقد جاءوك الهم به والسراج وكالميزان إيمانا لدى فالرزق من غيرها بالناس لا يقبي تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق البايبين وتنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر طعم الماء من سقمه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من إليك كلهم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون العينك الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تختلق سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تعد شعوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستلم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفون بوصل أي مستدر عن العيون وسر أي مقتدم فهزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قلوب العدا أنه بعزته كان بعد أجفانا كفر من الغنم أزل
على وضمي واكتب رغبك يغبطون به أشلت معا اقبلي والرغم تفدي الليالي ولا يدرنا عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنت مدين ضال كن هل سهده في كل كرم إلى تحكي العيد ضارب يجر بحر خبيث فوق سبيحته يرمي بموج إلى الأوطان المنتسب من كل منتسب لله مناسب مستحسنين للكفر مصطلب حتى غرس باللغون إسلامي ويابيه من بعد غربتها موصولة الرحيم مدخولة أبدا منهم بخير عالين وخير بعد فهم أيتم غلب دائني هم الجبال فساد عنهم ضريبهم متراءيهم بكل مصطلب وسل حنينا وسل بدرا وسل غهودا رسولا حسب لهم أدهى من الوقت المصدر بضحوم بعد ما وردت من العيد كل موت وهدد من الإمام والكريمين بصوم للخط ما تركت أقلامهم حرف جيد من غير عجيب شكل سلاحي لهم سمة ميزهم والورد يمتد به سمعان السلام تريد إليك رياح النسبين شرهم فتحسب الزهر في أجمل كل كمين كأنهم ضيوف بالخيل مبذولون من شدة الحزن لا من شدة الحزن صارت قلوب العدا من مسير فرجا همكوا بالركوبين البهم والبؤاد ومن تكن برسول لله نصرته إذ تلقى
أسد في أجمها تجمي ولم ترى من ولي غير منتصر ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بهزم الذاتي الليث هل معها أشبه في أجمي كم جدلت كلمات الله من جليل وكم خصما برهان بالخصم كفك بالعلم بالأمي معجزة الجاهلية وتأديب باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم صلى الله عليه خدمته بمده أستكيل به ذنوب عمر مدى في الشعر والهدم صلى الله عليه إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما حج من النعم صلى الله عليه أطأت غي سبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه ويا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه ومن يبي آجلا منه بآجله يبي له الغبن في بيع وسلم صلى الله عليه إن آتي ذنبا فما أهدي بمقتكد من النبي ولا حبلي بمنصرم صلى الله عليه فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فدلا وإلا فقل يا ذلة القدم صلى الله عليه حاشاه أن يهرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه ومنذ ألزمت أفكاري مدائئه وجدته للخلاص خير ملتزم صلى الله عليه ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه ولم أرد زهرة الدنيا التي اكتطفت يا دار خير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتحم يا أكرم الخلق لمن أرود به سواك عنده للحديث الحميم ولا يبي
قلوبك علم اللوح والقلم يا نفس هذا العظيم من زلة عظمى إن الكبائر في غفرانك اللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالكسر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منفرد والقم بعهدك دارين إن له صبرا متى تدعو أول ينهزم وغرس بصلاة منك دائمة على النبي بموت هل ومنسجم مرنا عذبا للمنير أصبا وأطربا إسحار العز بالنغم ثم الرضا النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إيمان للكون للمسلمين بما يتلون بالمسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة مبتلك الختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبيت حاجا أنت ستنا مامعتين فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل دائما أبدا
خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد خير معروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تجرس لله قاطبة، محمد صديق الأكوان والكلم، محمد ألف بإسحاق حافظه، محمد طيب الأملاك والشيم، محمد الرؤيا بالنور دينته، محمد لم يزال نورا من القدم، محمد حكيم بالله ذو شرف،
خاتم للرسل كالإبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التسمية للأولاد المباركين. أما الأول فهو محمد لطفي الزهري بن عثمان أفندي، والولد الآخر أحمد عزمي بن أحمد رزقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم قرة عين لسيد المرسلين وينبتهم نبات حسن بجاه جد الحسن، ويجعلهم إن شاء الله من الأولاد الصالحين البارين بالآباء والأمهات المحسنين للجيران المتأدبين بآداب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا وقلوبهم. اللهم ارزقنا وارزقهم فهم النبيين حفظ المرسلين في القرآن والحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبول. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمد الذاكرين حمد الشاكرين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم. آمين. ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم. وعلى كل حال
اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وعترته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحفته الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت الرسول بنت سيدنا الرسول. ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي فضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين. خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة الشريفة سيدي شرف الدين محمد البوصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومخدمنا. وهبنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا العليم وتب علينا برحمتك يا ارحم الراحمين.
يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكفي الظالمين ولما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatid wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam yang ke-36 daripada rangkaian Maulid Arba'in, kita berada di Majelis Burda Dalailul Khairat. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tidaklah keluar daripada tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum kita mendengarkan daripada kata sambutan dan juga maitul hasanah, kami akan mengumumkan peringatan Maulid yang tinggal 4 malam lagi. Untuk malam besok, malam yang ke-37, malam Rebu, peringatan Maulid akan diadakan di Musalla Baitur Rahman, bertempat di Talang Banten, Pelaju. Masuknya di samping jalan di samping Universitas Muhammadiyah. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Kamis, malam ke-38, peringatan Maulid akan diadakan oleh Majelis Taklim Al-Ikhlas. Di situ beralamat di Sako, tapi ada perubahan alamat. Akan diadakan di Jalan Talang Betutu atau Pondok Pesantren Robatul Ikhlas, arah Talang Betutu Lama, Bandara Lama. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Jumat, malam ke-39, peringatan Maulid akan diadakan oleh Majelis Taklim Ahlul Kisah, bertempat di Jalan Ali Gatmir atau Toko Lingkung atau di Rumah Malang. Kemudian yang terakhir, malam ke-40, malam ikhtitam, malam Sabtu, peringatan Maulid akan diadakan di Gedung Ba'alawi, Sungai Bayas. Diaturi sama sekali, fadlu. Demikianlah pengumuman peringatan Maulid yang tinggal beberapa malam lagi. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita dengarkan yang pertama kata sambutan mewakili daripada alumni Pondok Pesantren Al-Khairat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Kemudian dilanjutkan dengan matul sana yang alhamdulillah kita kedatangan tamu, yakni Syed Al-Habib Ali bin Hasan bin Faqih yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Syafiq bin Hasan bin Syahab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Fadil Habib Ali bin Hasan Bil-Faqih yang telah memberikan kesempatan dan mendatangkan keberkatan, bertambah keberkatan kita di malam hari ini dengan kehadiran beliau, dan insyaallah kita akan mendengarkan nasihat dari beliau, akan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Dan juga kehadiran para habaib, para sesepuh, wabil khusus Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid, wal Habib Syauqi bin Abdullah Al-Kaf, dan para asatid. Di sini ada juga Al Habib Umar bin Mudar bin Syahab, wal Habib Abdullah bin Abdul Muttalib Bahsin, dan masih banyak para asatid yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan menambah keberkatan kehadiran kita di malam hari ini. Di malam hari ini kita berdesak-desakan akan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Bertemunya mungkin anggota badan kita satu sama lainnya akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Ini barokah yang luar biasa yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan kami mewakili alumni Pondok Pesantren Al Khairat dan juga anak-anak almarhum Haji Arifin bin Haji Nawawi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum sekalian, dan mohon maaf kalau penempatan yang pada saat ini mungkin tidak cukup untuk duduk, maksud di luar sana masih ada yang tegak-tegak. Kami mohon maaf, insyaallah mendatangkan keberkahan seluruhnya, baik yang duduk, yang tegak, insyaallah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perpanjang lebar. Marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat dari Al Habib Ali bin Hasan Bil-Faqih yang akan terjemahkan Al Habib Syafiq bin Hasan bin Syahab. Insyaallah pasang hati kita, pasang telinga kita, insyaallah akan bermanfaat untuk kita. Bawa manfaat ini untuk keluarga kita, bawa faedah ini untuk keluarga kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kelak kumpulkan kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره إذ وفقنا وإياكم في الحضور في مثل هذه المجالس العظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذه الليالي أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل ظله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Beliau Al Habib Ali bin Hasan Bil-Faqih memulai pembicaraannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana perkumpulan kita pada malam hari ini, semoga kita pun kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lainnya. Nashkur awalan fi badi al-amr al-majlis atau majlis Dalail Khairat wa man sahama fi najahi hadhihi al-umsiya wa hadhihi al-munasabah wa kull طلاب معهد الخيرات في بكاسي، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والهداية والعناية والرعاية، وأن الله سبحانه وتعالى ينفع بهم حيث ما كانوا أينما كانوا. Dan juga kami berterima kasih kepada adanya majlis Dalailul Khairat yang diadakan oleh alumni Al Khairat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka semua dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. وأن ينفع بطلاب وخريجي معهد
الخيرات حيثما كانوا وأينما كانوا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi santri-santri al-khairat dimanapun mereka berada. ولا ننسى في هذه اللحظات أن نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعطي الصحة والعافية أخينا في الله وحبيبنا بل وشيخنا الحبيب حامد النجيب بن محمد بن الشيخ بكر بن سالم. نسأل الله سبحانه وتعالى له الصحة والعافية وطول العمر. آمين اللهم آمين. Dan juga kita doakan kepada guru kita Al-Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kita doakan agar beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan, amin ya rabbal alamin. Wa min an-ni'am al-kabira bal wasyukr al-mawsul syukrana lillah subhanahu wa ta'ala an nashkurahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah nikmat adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nahnu na'tad أيها المسلمون وأيها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى نعتاد أن نشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى، نعمة النفس ونعمة الأمان ونعمة الصحة ونعمة العافية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Sebagaimana juga kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, seperti nikmat kita bernafas, nikmat sehat wal afiyah, nikmat keamanan dan nikmat-nikmat yang lain yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. وكثير النعم التي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Dan banyak lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. وما بكم من نعمة فمن الله. Dan tidaklah nikmat yang kalian dapatkan kecuali dari Allah. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian nikmat zahir dan batin. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو امتداد لهذا الشكر لله سبحانه وتعالى. Kita mengadakan maulid seperti ini juga termasuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. نشكر الله على النعمة العظيمة وهي نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yaitu kita bersyukur adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه لولاه صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا أنا وأنت ها هنا. Karena kalau bukan sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa berkumpul seperti ini. لأن لولا النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفنا الإسلام. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengetahui Islam. لولا النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفنا معنى الإيمان. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengetahui apa arti daripada iman. لولا النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفنا الليالي المعظمة عند الله سبحانه وتعالى مثل ليلة القدر وليلة النصف من شعبان ويوم عرفة، الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى. لولا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم نعرف ذلك. Kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mengetahui kadar malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban dan malam-malam mulia lainnya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka kita tidak akan mengetahui hal-hal tersebut. Bal laula Nabi Muhammad alaihi wasallam ma Allah Subhanahu wa taala la khalaqna la anta wa la nahnu. Bahkan kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ciptakan kita dan siapapun juga. لذلك جاء الحديث في المستدرك في الحاكم لما الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم ثم سيدنا آدم رأى اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسأل الحق سبحانه وتعالى من هذا محمد؟ قال هذا آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه يا آدم ما خلقتك ولا خلقت الجنة. Disebutkan, diceritakan di dalam Mustadraknya Imam Hakim, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam,
Maka Nabi Adam melihat ada nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, siapa itu wahai Allah? Maka Allah pun menegaskan kepada Nabi Adam, wahai Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan ciptakan engkau, bahkan aku tidak ciptakan syurga. Idzan kullul wujud hadza khalqana nahnu wa khalqil ardh wa ma fiha was samawati wa ma fiha laula Nabi Muhammad ma ja'at. Kalau begitu, kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ataupun langit dan bumi ini. Idzan mahma amalna wa mahma syakarna mawlidan khalf al-mawlid wa ijtima'an wa salatan alaihi la na'addi haqq syukur Nabi Muhammad walau 'ushr al-mi'syar. Kalau begitu, walaupun maulid demi maulid kita lakukan, salawat demi salawat kita baca sebanyak apapun, itu tidak akan mampu membalas jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amalna kull hin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Dikatakan di dalam syair, walaupun kita mengadakan maulid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap saatnya, maka itu sebuah kewajiban. قال بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. Disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala subhanahu wa ta'ala la'amruka ay bi umr Nabi Muhammad alaihi wassalam. Yaitu dengan ayat la'amruka, yaitu yang dimaksud adalah umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama min mata yabda al-umr wa huwa yabda al-umr min yawm al-milad. Apa? Kenapa dimulai dengan umur? Itu menunjukkan umur adalah dengan adanya kelahiran. فيوم الميلاد هذا أعظم يوم كما ذكره كثير من العلماء، يعني لولا يوم الميلاد هذا الله سبحانه وتعالى أقسم لعمرك أنهم في سكرتهم يعمهون، أي يا محمد أقسموا، رب العزة يقسم بالعمر محمد، يعني عمر أن الله سبحانه وتعالى ما يقسم على شيء إلا وهو عظيم، فأقسم سبحانه وتعالى بعمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Yang mana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu sebagai sumpah kecuali menunjukkan itu adalah sesuatu yang sangat spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yabda al-umr kama qala al-ulama min lailatul milad. Milad أي إنسان يبدأ ويحسب عمره من ليلة الميلاد. Maka semua sesuatu, kita semua ataupun yang lainnya dimulai daripada kelahiran. فلذلك إذا عظمنا الميلاد وعظمنا ليلة الميلاد فهو هذا واجب على كل من أحب هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ketika ada orang memuliakan kelahiran, malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepatutnya. Masyaallah, wa bilad Filimban masyaallah nasma' fiha anna الليالي الأربعين ثم تتبعها العشرين ثم يتبعها ربما الستين، فهذا يدل على إقامة الشعار والفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, kata beliau, di Palembang ini merayakan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Maulid Arba'in, nanti diteruskan dengan Maulid Ishrin. Ini adalah sebuah tanda kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warada fi ba'd ar-riwayat annahu ru'ya an-nabi alaihi wassalam fil manam fasa'alahu ba'd al-muhibbin faqalu ya Rasulullah kaifa tara mimma yu'mal من الذبائح والضيافة والأكل والمأكولات في يوم ميلادك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من فرح بنا نفرح به. Diceritakan di dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ada umatmu yang mereka mengadakan daripada perayaan Maulid, mengeluarkan daripada hartanya, menjamu orang-orang lain untuk bergembira atas kelahiranmu, apa pendapatmu? Maka beliau menjawab, man fariha bina farihnabu.
Siapa orang yang berbahagia atas kami, maka kami pun akan berbahagia, akan senang kepadanya. صلوا على محمد. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. فيجب على المؤمن أن يفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Maka sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, "Qul bi fadlillah," katakanlah sebab anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika, maka dengan itu semua falyafrahu, maka berbahagialah. فهكذا علمنا الله سبحانه وتعالى أساس المحبة، كيف العبد المؤمن يفرح، بماذا يفرح؟ قل بفضل الله. الفرح الحقيقي هو بفضل الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء إمام السيوطي قال في هذه الآية فضل الله هو العلم والرحمة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang mana di dalam ayat ini fadl Allah itu apa? Yaitu yang dimaksud adalah ilmu, dan rahmatnya apa? Yaitu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلذلك يتعلم الإنسان المؤمن كيف يفرح ومتى يفرح وبأي شيء يفرح. Maka seorang muslim harus tahu kapan dia harus bergembira, kapan dia harus senang, dan sebagainya lainnya. فثبوت الفرح بالنبي والتعبير عن الفرح بالنبي لا تكفي هذه الليالي مهما ذكرنا ومهما مدحنا من شعر أو من صلوات، لا نؤدي كما قلنا عشر معشار حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka dengan kita mengadakan perayaan seperti ini, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun juga kita tidak bakal bisa membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya 1/10 dari 1/10. فلذلك يا إخواني في ختام هذه المجالس وفي ختام هذا الشهر الكريم الواحد يخرج بحاصل، يخرج بنتيجة مما استفاده ومما سمعه من هذه المجالس العظيمة. Maka bagi kita yang dengan kita menghadiri majelis-majelis maulid, sudah berapa malam kita hadiri, sebaiknya, seharusnya bagi kita untuk memetik hasil dari yang sudah lama kita dapatkan ini, untuk kita memetik hasil yang sudah kita dapatkan. والخدمة في مثل هذه المجالس فهي شيء عظيم، ربما نحن الجالسون هنا لا نشعر بشيء إلا بالراحة، فالكثير من الخدمة الذين يقومون بتقديم الماء أو يقومون بتقديم الخدمات، هذا شيء لا يستحقره الإنسان، فهو شيء عظيم. لولا الخدمة ما قامت هذه المجالس. Begitu juga orang yang berkhidmah, akan adanya diselenggarakannya acara seperti ini. Ya, kita mungkin yang di sini enak duduk-duduk, tapi mereka yang berkhidmah, ada yang capek-capek dengan khidmah apapun itu adalah sebuah yang sangat luar biasa, yang mulia. ذلك روي في بعض الكتب أن بشر الحافي رؤي بعد مماته بما غفر الله لك سبحانه وتعالى. Diriwayatkan, diceritakan bahwasannya Bishr al-Harafi ketika beliau sudah wafat, Bishr al-Hafi ketika beliau wafat, maka ada yang bermimpi bertemu beliau. Maka orang tersebut bertanya kepada Bishr al-Hafi, apa sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni engkau? فذكر بعض الأمور فمنها خدمة الإخوان. Maka beliau menjelaskan dengan beberapa sebab, dan diantaranya adalah dengan berkhidmah. فخدمة الإخوان هذه خدمة عظيمة، فكيف بخدمة الشيوخ؟ Kalau kita berkhidmah kepada sesama saudara kita saja, itu sebuah yang luar biasa. Bagaimana kalau kita berkhidmah kepada guru-guru kita? بعض المريدين أو بعض الطلاب ينظرون الخدمة أن هذه شيء يعني محتقر، وأن هذا الشيء اللي الشيخ ما يحبنا جعلنا نخدم، ولا يعرفون نظرات الشيخ ولا يعرفون النظرة البعيدة للشيوخ. Sebagian murid-murid mungkin menganggap remeh khidmah ini, ya, mungkin menganggap itu sebuah yang biasa saja, tapi mereka tidak tahu sebab atau hasil yang akan mereka dapatkan ketika khidmah bisa dipandang oleh gurunya, dan kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada dia. عندنا في حضرموت معروف اسم الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور،
ومعروف اسم الحبيب علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب. Di dalam Tarim, di kota Tarim itu ada ma'ruf, terkenal habaib-habaib yang disebutkan oleh beliau tadi seperti Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Juga ada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab huwa talib wa murid lil-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab ini adalah murid dari Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. فالحبيب عبد الرحمن المشهور كل يوم يقول للحبيب علوي اعمل القهوة للطلاب والجلسة حق العلم. فالحبيب علوي يمتثل لهذا الأمر ويعمل القهوة للطلاب وللحبيب عبد الرحمن المشهور في المجلس العلم. Maka Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur mengatakan kepada muridnya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab agar membuat kopi setiap hari untuk murid-murid, untuk Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Beliau disuruh untuk berkhidmah bikin kopi. فالحبيب علوي امتثل أمر الحبيب عبد الرحمن مشهور ويوميا يعمل القهوة المطلوبة. Beliau senantiasa melaksanakan perintah dari gurunya tersebut dengan membuat kopi. فبعد مدة وفترة من الفترات أصحاب الحبيب علوي أو بعض إخوانه أو بعض المريدين قالوا هذا علوي بن شهاب ماشي فايدة منه، ما بيعرف شيء، ما بيتعلم، كل يوم يعمل قهوة، كل يوم يعمل قهوة، هذا ماشي فايدة. Maka jalan beberapa waktu, ada teman-teman Al-Habib Alwi tadi bilang ke Habib Alwi, ini Alwi ini tak kata faedahnya. Apa yang dia bisa petik setiap hari bikin kopi, kapan belajarnya? فيوم من الأيام الحبيب علوي جلس مباشرة في الحلقة ولم يعمل القهوة كعادته. Maka pada suatu hari, gara-gara omongan wong tadi, Habib Alwi pun ikut di dalam duduk belajar. ولم يعمل القهوة كالعادة. Tidak buat kopi seperti biasanya. فلاحظه الحبيب علوي، حبيب عبد الرحمن المشهور، لاحظه قال يا علوي لماذا لم تعمل القهوة هذه اليوم؟ Maka diawasi oleh Al-Habib Abdurrahman. Hei Alwi, ngapa kau tidak bikin kopi seperti biasanya? قالوا اسمع يا علوي قم اعمل القهوة والذين تكلموا عليك هؤلاء أنت جميعهم سوف تسبقهم. Maka Al-Habib Abdurrahman mengatakan kepada Habib Alwi, wahai Alwi, kau bikin kopi. Kau jangan pedulikan orang-orang yang menjelekkan engkau. Ketahuilah engkau akan mengatasi mereka semua. Subhanallah, الشيخ والمربي له نظرات يعرف ما الصالح لهذا الطالب، ما الذي يناسب هذا الطالب، فهما شيوخ مربين يعرفون يربون طلابهم. فعرف الحبيب عبد الرحمن مشهور من غير ما يتكلم الحبيب علي بن شهاب، عرف أنه في هناك كلام دار، فقال له قم اعمل القهوة فستكون تسبق جميع أقرانك. وسبحان الله كان الحبيب علوي بن شهاب في وقته وفي زمانه الكل يرجع إليه في جميع أموره. Masya Allah, mereka subhanallah, orang-orang soleh, mereka masyayikh, mereka memiliki pandangan-pandangan yang luar biasa. Seperti beliau tadi, beliau mengetahui apa yang pantas yang diduduki oleh murid-muridnya. Seperti perkataan beliau tadi kepada Al-Habib Alwi, engkau bikin kopi baik, engkau akan lebih hebat daripada teman-temanmu yang lain. Ini luar biasa daripada kasyafnya mereka, daripada kehebatan mereka. فلذلك صار الحبيب علوي مرجع للكل والكل يعود إليه في وقته. الرئيس والمرؤوس والحبيب والشيخ والقاضي كلهم يرجعون للحبيب علوي في شؤون حياتهم كلها. Maka benar saja perkataan doa dari gurunya tadi, Al-Habib Alwi menjadi marja, menjadi tempat kembalinya orang-orang ketika ada masalah. Siapapun itu kembali kepada Habib Alwi berkat gurunya tadi. وكذلك في القصة المعروفة ما بين الشيخ علي بن عبد الله باراس وشيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. Begitu juga cerita yang terkenal, cerita Syekh Ali bin Abdullah Baras dengan gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. فجاء الشيخ علي بن عبد الله باراس يريد أن يتعلم
عند الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، لكن حبيب عمر أخبره وأنه قال له اعمل الخدمة في هذا المكان. Maka ketika Syekh Ali Baros mendatangi Al Habib Umar ingin belajar, tapi beliau bukan nyuruh belajar, malahan beliau memerintahkan Syekh Ali untuk berkhidmah kepada beliau. فيخدم الحبيب عمر ويخدم الحبيب عمر مرات ومرات حتى الشيطان وسوس في قلب الشيخ علي بن عبد الله باراس. Maka beliau pun menjalani hari demi hari berkhidmah kepada gurunya tadi, dan datanglah was-was dari syaitan agar beliau menghentikan hal tersebut. فوسوس له الشيطان فقال له أنت أتيت لتتعلم أو أتيت لتخدم؟ أحسن توقف عن الخدمة وأحسن لك تعلم عند شيخك عمر العطاس. Maka syaitan berkata kepada Syekh Ali Baros di dalam hatinya, wahai Syekh, wahai Ali, ngapoi engkau capek-capek, kau kesini nak belajar apa nak ngapoi? Kenapa engkau sudah berhenti daripada khidmah? Sekarang kau belajar, tidak usah khidmah lagi. فنظر إلى قلبه شيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأراد أن يعالجه، خاف عليه أن الشيطان يلعب بقلبه، فقالوا تعال يا علي، تعال يا علي وهات كتاب بداية الهداية. Maka Al Habib Umar melihat apa yang ada di hati Syekh Ali Baros, maka dipanggil oleh Al Habib Umar bin Abdul Attas, wahai Ali, sini kau. Beliau tahu apa yang sudah diwaswasi oleh syaitan tadi. Beliau bilang, ambil kitab Bidayatul Hidayah. ففتح كتاب بداية الهداية وقرأ من بدايتها كما قال الإمام الغزالي، فها أنا أشير عليك ببداية الهداية، فقال له قف هنا يا علي، ونظر إليه وصار الشيخ علي بن عبد الله باراس. Maka beliau pun membuka daripada kitab Bidayatul Hidayah dari pertamanya, yang mana ada di situ perkataan Al-Imam Ghazali, fa usyiru laka bi bidayatil hidayah, maka aku mengisyaratkan kepadamu, mengarahkan kepadamu dengan Bidayatul Hidayah. Beliau membaca tersebut dan mendapatkan pandangan dari Al Habib Umar tadi, sehingga beliau menjadi orang yang hebat. وفي الظاهر الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس أعمى، كيف ينظر إليه وهو أعمى؟ Padahal kalau di dalam pandangan zahirnya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini beliau tidak bisa melihat. ولكن هذا نور البصيرة يخترق كل شيء. Tetapi beliau memandang beliau dengan pandangan basirah, mata hati yang lebih kuat dari itu. وهكذا صار يضرب المثل في حضرموت وفي حريضة، يقولون لولا عمر ما صعد علي، يعني لولا عمر العطاس ما صار علي ولا كان علي باراس. Maka dikatakan di dalam masalnya Hadrami, di situ disebutkan kalau bukan karena sebab daripada Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, maka tidak ada Syekh Ali Baros. إلى اليوم والليلة إذا ذكر اسم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يذكر معه اسم الشيخ علي بن عبد الله باراس. Bahkan dari kemuliaan beliau tidaklah disebutkan nama Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kecuali nanti di situ disebutkan nama Syekh Ali bin Abdullah Baros. في مرة من المرات الشيخ علي بن عبد الله باراس بقى يروح الحج. Pernah suatu hari Syekh Ali Baros ingin pergi haji. فقالوا الحبيب عمر بن عبد العطاس لما تخدم الحبيب عمر وتجيب الماء على كتفك أحسن لك من حجة مقبولة. Maka Al Habib Umar bin Abdul Attas mengatakan, engkau berkhidmah membawa banyu atau sebagainya dengan khidmah itu lebih baik daripada engkau berhaji. فيؤخر كل سنة يؤخره، لا ليس هذه السنة، لا ليس هذه السنة، يؤخر حج الشيخ علي بن عبد الله باراس. Maka beliau mengakhirkan daripada hajinya, bukan tahun ini, mungkin tahun depan lagi, mungkin tahun depan lagi, dan seterusnya. ثم في سنة من السنين أذن له أن يذهب إلى الحج. Maka pada suatu hari pun Al Habib Umar mengizinkan kepada Syekh Ali untuk melakukan haji. فقال له الشيخ علي بن عبد الله باراس يا حبيب عمر راعونا وانظروا إلينا والله الله فينا بنروح هذه الأماكن لكن لا تنسونا من رعايتكم. Maka Syekh Ali mengatakan kepada gurunya, wahai guru, tolong jago kami, tolong berikan pandangan kepada kami, walaupun dimanapun jangan sampai engkau melupakan kami. Subhanallah, Syekh Ali bin Abdullah Baras ذهب إلى الحج وعمل جميع المناسك وزار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذات يوم من الأيام تاقت نفسه يريد أن يأكل لحما. Maka beliau pun pergi ke haji dan melakukan semua rangkaian haji, berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
في يوم من الأيام أراد أن يأكل لحما. Pernah lalu beliau ingin memakan daging. فأراد أن يشتري لحما. Maka beliau ingin membeli daging. فرأى رجل هناك يبيع لحما فأراد أن يشتري منه. Maka beliau melihat ada orang yang jual daging dan beliau ingin beli dari dia. فأراد أن يشتري لحما فإذا ببدوي يمنعه من الشراء. Maka ketika beliau ingin beli daging tadi, tiba-tiba ada orang Badui melarang beliau untuk beli daging tadi. ثم جعل البدوي يذهب فرجع مرة ثانية أراد أن يشتري لحما. Maka orang Badui tadi ketawa. Lalu beliau balik lagi ingin beli daging tadi. فجاء البدوي بشدة يمنعه من شراء اللحم. Maka Badui tadi datang lagi dan melarang dengan kuat agar beliau tidak beli daging. مرة ثالثة الشيخ علي باراس أراد أن يشتري لحما. Maka ketiga kalinya Syekh Ali ingin beli daging tadi. فجاء البدوي يحمل عصا ويريد أن يضربه لكي لا يشتري لحم. Maka Badui tadi langsung ngembek tongkat nak ngebuk Syekh Ali tadi. فهرب الشيخ علي وزهد ولم يشتري لحما. Maka Syekh Ali kabur gara-gara Badui tadi dan tidak jadi beli daging. فسبحان الله عاد الشيخ علي بن عبد الله باراس إلى حضرموت وجاء إلى شيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. Maka beliau pun kembali ke kota Hadramut menemui gurunya Syekh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. ثم الشيخ علي باراس يسأل شيخه يا حبيب عمر عساكم راعتونا وعساكم انتبهتم مننا في الحج. قالوا نعم. Maka beliau berkata kepada gurunya, wahai guru, kami berharap tadi kami pergi haji ada penjagaan darimu. Kata beliau, iya kami menjaga. قالوا يا علي أنت يوم من الأيام تريد أن تشتري لحما. قالوا نعم. قال من منعك من أن تشتري اللحم؟ قال واحد بدوي. قالوا أنا ذلك البدوي. Maka Al-Habib Umar tadi menjelaskan, wahai Ali, kau kemarin pas di sana kau nak beli daging kan? Iya benar. Lalu ada orang yang melarangmu. Iya Badui. Kau tahu tak Badui itu adalah aku. قالوا منعتك من شراء اللحم لأن اللحم هذا مشبوه وليس حلال. Kau tahu kenapa aku melarang engkau dari membeli daging tadi? Karena daging itu bukan daging yang halal. هذه عناية الشيوخ بالتلاميذ لكن لابد التلميذ أن يقوي علاقته مع شيخه. Nah ini kalau misalnya seorang murid sudah mengikuti atau mendapatkan perhatian dari guru yang luar biasa, tapi syaratnya adalah ikatan kuat daripada santri terhadap gurunya tersebut. لأن هذا مجرب أن الشيوخ ما يتركون مريدينهم وطلابهم إلا إذا هو المريد ليس له قوة في التعلق أو قوة في الاتباع. Ini semua tidak akan didapatkan kecuali ketika murid tersebut memiliki kekuatan di dalam ta'alluq kepada gurunya. فلذلك إذا الإنسان حصل له الشيخ وحصل له المربي فعليه وخصوصا في هذا الزمان عليه أن يقبض به حتى يدله على طريق الخير. Maka ketika ada dari kita atau orang lain mendapatkan murabbi, mendapatkan guru yang luar biasa yang bisa mendidik kita, maka peganglah kuat-kuat. Walhamdulillah aktsarkum wa aghlabukum ma'akum asy-syuyukh amsal al-Habib Nagib wa ghairihim. Maka alhamdulillah di antara kita banyak memiliki guru-guru yang luar biasa seperti guru kita Al-Habib Hamidun Nagib. Walidzalik 'alaikum an tatawathaqu wa tataqawwu rawabitakum bi syuyukhikum. Maka bagi kita semua untuk mengadakan ikatan yang kuat dengan guru-guru kita. Al-Habib Ali Habshi sa'aluhu قالوا يا حبيب علي حبشي لماذا لم تذكر والدك في القصائد وذكرت شيخك الحبيب بكر عطاس ذكر كثير أكثر من مرة مرتين 3 مرات بل 10 مرات تذكر شيخك الحبيب بكر العطاس وأبوك لم تذكره في كثير في القصائد. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah ditanya, wahai Habib, kenapa engkau tidak pernah menyebut di dalam qasidahmu ayahmu, tetapi engkau menyebut gurumu Syekh Abi Bakar Al-Attas dengan sebutan yang banyak? Kenapa guru disebut tapi abah tidak disebut? قال الحبيب علي بن محمد الحبشي والدي الحبيب محمد بن حسين الحبشي أبو الجسد والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس أبو الروح فأيهما أفضل الروح أو الجسد؟ Maka Al-Habib Ali menjawab, abah aku itu Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah ayah jasadku,
Tetapi Al-Habib Abu Bakar Al-Attas adalah ayah ruhku. Maka mana yang lebih harus aku utamakan daripada aba jasad atau ayah daripada ruh? Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخرجنا من هذه المجالس ومن هذه المناسبات إلا وقد نور الله سبحانه وتعالى بصائرنا. Maka kita berharap tidaklah kita keluar dari majelis-majelis seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memandangi kita dengan pandangan rahmatnya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربطنا ربطا لا ينحل بشيوخنا وآبائنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحين. Dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita ikatan yang kuat terhadap guru-guru kita, terhadap orang-orang tua kita dan daripada leluhur-leluhur kita. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن ينفعنا. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkumpulan kita pada hari ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن كل واحد مننا يتحسس على من في بيته من أهل وأولاد وبنات وزوجة أو زوجات أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيهم من تعليم ومن شريعة إلى غير ذلك. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kita untuk lebih memperhatikan daripada keluarga-keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, bagaimana tarbiyah mereka, bagaimana pendidikan mereka dan yang lain-lain sebagainya. خصوصا في هذا الزمان الشديد ونسأل الله سبحانه وتعالى الخير والبركة ويحفظنا ويحفظكم من الشوم والهلكة ويجعلنا وإياكم إن شاء الله عبيد إحسان وامتنان ولا يجعلنا عبيد فتنة وامتحان ويحفظنا فيما بقي من الأيام والليال ويجعل بلاد فلبان إن شاء الله بلاد مباركة، بلاد بركة بما فيها من البركة ويزيدها بركة، بركة السلف الصالحين، بركة الأخيار المقبورين فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركات الأولياء والصالحين وبركات أهل الله في كل مكان. والله سبحانه وتعالى يحفظ بلاد فلبان وإندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة إن شاء الله من شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن، ويعطينا وإياكم إن شاء الله الصحة والعافية وجميع الحاجات، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة، حسن الخاتمة عند الموت، يكون أولادنا وأولادكم صالحين. آمين اللهم آمين، آمين اللهم آمين، آمين اللهم آمين، آمين اللهم آمين. هذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau menutup dengan doa yang panjang tadi, diantaranya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, kota kita Palembang khususnya dari segala macam fitnah dan lain sebagainya yang kita mengaminkan daripada doa-doa beliau agar semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma kuntu illa imtithal amr wa natlubu minkumul barakah. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت. آمين آمين. إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ولا تجعلنا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما ترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kabul. Mengulangi daripada peringatan Maulid untuk malam besok, insyaallah akan diadakan di Musholah Baitur Rahman, masuk di Jalan Talang Banten, untuk membuat halago, satu halago 4 orang. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا